عبد العزيز ده مش اي حد، ده اللي اسس المملكه العربيه السعوديه اللي احنا عارفينها النهارده. الراجل ده قدر يحول صحراء كلها كانت خناقات وحروب لدوله قويه وكيان سياسي ودين مكمل لحد دلوقتي. اتولد عبد العزيز يوم 15 يناير 1875 في الرياض. وقتها البلد كانت في حاله قلق ومشاكل كتير. كانت الدوله السعوديه واقعه في ايد عيله اسمها آل رشيد، ودول كانوا مدعومين من العثمانيين. تخيل بقى طفل لسه صغير عنده 15 سنه يلاقي عيلته كلها مطرودة من بيتها في الرياض سنة 1891. مشي كتير في الصحراء من الربع الخالي لقطر، بعد كده طلعوا على البحرين. بعد كده انتهى بيهم المطاف ان هم استقروا في الكويت تحت حماية الشيخ مبارك الصباح. في الكويت بقى عبد العزيز الصغير بدأ يتعلم السياسة والعسكرية. كان بيراقب الشيخ مبارك وهو بيحكم، وبيشوف ازاي طريقته في المعاملة مع الانجليز. الفترة دي كانت مهمة قوي في تكوينه، فهم منها ان القوة والتحالفات هي اللي بتجيب النتيجة. سنة 1902 في ليلة 21 رمضان اللي بتوافق 15 يناير اللي هو بالمناسبة عيد ميلاده، قرر يطلع من الكويت وهو معاه 60 راجل بس. تخيل 60 راجل بس رايحين يحرروا بلد بحالها. كانت مغامرة مجنونة، بس دي اللي غيرت تاريخ الجزيرة العربية كلها. قدروا يخشوا قصر المصمت ويقتلوا الحاكم اللي كان حاطه آل رشيد، وبكده عبد العزيز يكون أعلن مرحلة جديدة لحكم آل سعود. إنه يسترد الرياض ده كان دليل على ذكائه وخططه العبقرية. اختار الوقت الصح إن هم في رمضان وعدد قليل من الرجالة عشان يكونوا صراع ومحدش ياخد باله منهم. النجاح ده خلاه بطل في نظر الناس، وشافوا فيه القائد المنتظر اللي هيرجع مجد أجداده. وبعد ما رجع الرياض، الملك عبد العزيز دخل في سلسلة معارك صعبة جدا قعدت 32 سنة. كان هدفه يوحد الجزيرة العربية كلها تحت حكمه. ومن أشهر المعارك دي معركة الدن سنة 1902. دي كانت أول مواجهة كبيرة بعد دخول عبد العزيز الرياض، ونجح فيها في تأمين جنوب نجد وكسب ولاء قبائل الدواسر. ودي كانت فرصة حاسمة لتثبيت نفوذه خارج الرياض. ومعركة البكرية والشنانة 1904 دي كانت من أعنف المعارك ضد آل رشيد، واللي حصل فيها إن عبد العزيز استخدم المدافع لأول مرة، لكنه اضطر ينسحب بعد تدخل العثمانيين لصالح خصومه. ومعركة مهنة سنة 1906 المعركة اللي قلبت الطاولة، كان فيها عبد العزيز آل سعود قتل عبد العزيز ابن متعب آل رشيد، وتقريبا كان قتله بنفسه. وده أنهى الجيل القيادي الأقوى في آل رشيد ومهد الطريق لسيطرته على نجد. ومعركة السبلة 1929، أما دول هنيجي لحكايتهم كمان شوية. الراجل ده كان بيلعبها صح في حروبه، كان بيناسب القبائل، يعني كان بيتجوز من بنات شيوخ القبائل الكبيرة عشان يكسب ولائهم ويبقى عمهم أو خالهم. وصل عدد جوازاته ل 45، وخلف 36 ولد و27 بنت. حرفيا دي دبابة تدمر دايرتكم. وكمان كان من أول الناس اللي جابوا العربيات المصفحة والطيارات في الثلاثينات، وكان متحالف مع علماء الدعوة الوهابية، وعمل حركة اسمها الإخوان من أطاع الله. ودي كانت قوة عسكرية دينية قوية، كان عارف إمتى يحارب وإمتى يصالح زي ما كان بيعمل مع الإنجليز والعثمانيين. الملك عبد العزيز ده كان راجل فريد من نوعه في قيادته، كان بيتكلم حلو قوي ويقدر يقنع أي حد. واحد من اللي كتب عنه قال لسانه كان بيسبق عقله، يعني كان بيفكر بسرعة وبيرد ردود أذكى من الذكاء. كان بيكلم البدوي بلهجة البدو، ويكلم الراجل بتاع المدينة بلهجة المدينة. كان في مرة وهو صغير سأله محمد بن رشيد: ليه أبوك بيحاربنا وإحنا قرايب؟ رد عليه عبد العزيز بجرأة وقال له: أبويا ما جاش يغزيك في حالي، أنت اللي جيت تغزيه، ومفيش بين الحلق والإيدين غير القتال. ومرة حاكم البحرين سأله: مين أحسن، قطر ولا البحرين؟ رد عليه بكل ذكاء وقال: الرياض. عبد العزيز كان بيحب كل الناس ومتواضع معاهم بزيادة، وكان حريص على العدل دايما. طلع بيان زمان قال فيه: أي حد من رعايانا حاسس إن هو اتظلم يجي يشتكي لي، وأي موظف من موظفينا يحاول يمنع شكوى عاقبه عقاب شديد. وفي مرة شتم عالم من العلماء وهو متعصب، فأصر إن العالم ده يا إما يجلده يا إما هو يروح شخصيا لأمه ويعتذر لها. والموقف ده إن دل على شيء يدل على قد إيه العدالة في الحكم حتى لو على نفسه. بعد ما وحد البلاد وأعلن قيام الدولة العربية السعودية في 23 سبتمبر سنة 1932، عبد العزيز تحول من رجل قوي لرجل دولة بيبني مؤسسات. عمل مجلس وزراء ومجلس شورى، وعمل إدارة للمقاطعات ورئاسة للقضاء ومؤسسة النقد، وخط سكة حديد بين الدمام والرياض. وأهم حاجة حصلت كانت اكتشاف البترول سنة 1938. الراجل ده وقع اتفاقية مع شركة أمريكية اسمها ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا اللي بقت أرامكو بعد كده. دي كانت نقطة تحول رهيبة خلت السعودية من أغنى دول العالم. كمان اهتم بالزراعة والتجارة وحاول يخلي البدو يستقروا في مزارع. رغم ان المجتمع كان بدائي في الاول، بس هو كان عارف قيمة التعليم. قال ان التعليم في السعودية هو اساس التقدم. عمل مدارس نظامية وبعت طلاب كمنح يدرسوا بره، واهتم بالثقافة العربية. الامن والاستقرار ده كان من اعظم انجازاته. بعد سنين طويلة من النهب والخناقات بين القبائل قدر يفرض الامن في كل حتة، لدرجة ان السعودية بقى يتضرب بها المثل في الامان. كان شعاره: مش عايز يوم اسمع عن مظلوم ومش عايز ربنا يحاسبني على حد.
الملك عبد العزيز كان بيتعامل مع الدول الخارجية بذكاء شديد. يعني بريطانيا عمل معاهم معاهدة دارين سنة 1915 اللي اعترفوا بيه كحاكم للنجد والأحساء. المعاهدة دي كانت مهمة عشان تحمي دولته اللي لسه بتتبني، ورغم انه كان بياخد مرتب منهم لكن كان بيحافظ على المسافة بينهم وما كانش مجرد تابع. وعلاقته مع أمريكا بدأت بجد لما اتقابل مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على سفينة أمريكية اسمها كوينسي سنة 1945. عبد العزيز أهدى روزفلت كرسي متحرك كوسام على الصداقة، لكن لما الرئيس الأمريكي هاري ترومان طلب منه يعترف بإسرائيل رفض وقال إزاي تطلبوا مني حاجة مفيش عربي مسؤول يقبلها. عبد العزيز كان من أوائل اللي دعم القضية الفلسطينية ونصح السوريين إن هم يتحدوا، وساهم في تأسيس جامعة الدول العربية سنة 1945. وكانت السعودية من أوائل الناس اللي وقعوا على ميثاق الأمم المتحدة. الدين الإسلامي كان أساس كل حاجة بيعملها عبد العزيز، كان متحالف مع علماء الدعوة الوهابية عشان يدوا شرعية الحكم، ورجع يطبق الشريعة الإسلامية في القبائل اللي كان مسيطر عليها، وقضى على أي بدع أو خرافات كانت منتشرة خصوصا في الحجاز. عبد العزيز اهتم جدا بتسهيل موسم الحج وتنظيمه، وعمل إدارة مخصوصة للحج، وظبط الطرق والمرافق الصحية للحجاج، وسع الحرمين الشريفين عشان تستوعب حجاج أكتر. هنا بقى نيجي لحكاية الإخوان اللي حكينا عنها. دي كانت قوة دينية وعسكرية استخدمها عبد العزيز في حروب، بس لما كمل توحيد البلد الإخوان رفضوا يوقفوا الغزو وعايزين يفضلوا يحاربوا البلاد اللي كانت جنبهم، بتفكير منهم إن هم كده بيعملوا فتح إسلامي. لكن أنت إزاي هتعمل فتح إسلامي في دولة أصلا مسلمة؟ عبد العزيز شاف إن ده هيعمل مشاكل، فاضطر إنه ينهي تمردهم سنة 1929 بمساعدة البريطانيين. الموضوع ده عمل شوية من الانتقادات بين المتشددين، لكنه كان شايف إن ده لازم يحصل عشان يحافظ على الدولة اللي بناها. الملك عبد العزيز كان معروف بحياة بسيطة رغم سلطته الكبيرة. ما كانتش بسيطة أوي الصراحة. هو اتجوز 45 مرة، مش كلهم مرة واحدة، كان بيتجوز ويطلق، بس اتجوز 45. وزي ما قلنا خلف 36 ولد و27 بنت. وكان شايف إن الجواز من بنات شيوخ القبائل وسيلة سياسية مهمة عشان يقوي التحالفات. كان كريم جدا وبيحب الشعر والأدب، كان بيقعد يسمع رواة الأدب وكان دمه خفيف برضه. قصة عبد العزيز مع العطور دي حكاية لوحدها. العطر بالنسبة له ما كانش مجرد ريحة وخلاص، لا ده كان رمز للهيبة والقوة والأصالة العربية. كان بيحب العود الطبيعي الغالي، خاصة العود الهندي القديم. من كتر ريحته الحلوة كان لما بيتحرك في المجالس تحس بخور متحرك. وكان بيستخدم دهن بيتحط على الجسم أو الهدوم. كانوا بيقولوا إن هو بيجيب أنواع نادرة جدا من العود من الهند وكمبوديا. غير العود كان بيحب دهن الطيب اللي هو مزيج بين دهن العود والمسك والعنبر، وده كمان كان بيحط على جسمه ولبسه، خاصة لما كان بيكون في مناسبات كبيرة أو مجالس عامة. كمان الورد الطائفي كان من عطوراته المفضلة أوي، وكان بيقدمه هدية لكبار الضيوف. يتقال إن هو اهتم بزراعة الورد في الطائف عشان ده جزء مهم من الثقافة والاقتصاد. المجلس بتاعه ما كانش مجرد مكان سياسي، قبل ما يخش الملك كان بيبخروا المجلس بالعود وبعدين يمشوا بالمبخرة على الضيوف. ده ما كانش رفاهية، ده كان معناه إكرام الضيف وتعزيز لمكانة المجلس وتعزيز المكانة العربية الأصيلة. فاكر بقى لما اتقابل مع الرئيس الأمريكي روزفلت سنة 1945؟ الأمريكان وقتها انبهروا بريحة الملك وقالوا إن هي ريحة دافية وفخمة ورهيبة وعمره ما شمه زيها. روزفلت ذات نفسه اتجنن وقال له أنت رشش إيه؟ والملك قال له ده العود العربي الأصيل. وفي آخر اللقاء ادى روزفلت عبوات من دهن العود والورد الطائف الأصيل. دي ما كانتش مجرد هدية، دي كانت رسالة ثقافية ودبلوماسية بتقول إحنا عندنا حضارة وريحة أصيلة. العطر ده ساعد يكسر حاجز الاختلاف الثقافي بين الشرق والغرب. حتى الدبلوماسيين قالوا إن ريحة الملك فضلت في السفينة بعد ما مشي بأيام. وفي 9 نوفمبر سنة 1953 الملك عبد العزيز مات في الطائف عن عمر 77 سنة. جاله تعب في القلب، اتدفن في مقبرة بسيطة في الرياض اسمها مقبرة العود، زي ما وصى بالظبط، حب العود واتدفن فيه. ساب وراه دولة متحدة وقوية، ونظام ملكي ماشي لحد دلوقتي عن طريق ولاده وأحفاده، وعلاقات دولية قوية، ونهضة اقتصادية كانت لسه بتتبني. الملك عبد العزيز ده كان راجل أسطورة، قدر يوحد صحراء متفرقة وبنى دولة كاملة بعد أكتر من 70 سنة. هو اللي حط أساس ثروة البترول اللي غيرت المنطقة بالكامل، وعمل نموذج لدولة بتجمع بين الدين والحداثة. الإعلام الغربي لقبه بألقاب كتير زي بسمارك العرب ونابليون الصحراء. في قلوب السعوديين هو رمز للقوة العربية الأصيلة والقيادة الحكيمة. في النهاية الملك عبد العزيز كان قائد فريد من نوعه اللي بيجمع بين القوة والرحمة وبين إن هو متمسك بتقاليده وفاهم إيه اللي العصر محتاجه. من الصحراء للأصول ومن زعيم قبلي لمؤسس دولة، حكاية الراجل دي هتفضل مصدر إلهام عشان نفهم إزاي المنطقة العربية اتغيرت في القرن العشرين. كل اللي قبلوها وكتبوا عنه شهدوا له ببراءة الكلام وقوة الحجة، وكان بيحب العفو.
وكان راجل ما تقدرش توصل معاه غير للتوافق اللي هو كان عايزه.